بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، نبدأ الفيديو العسل ده مع بعض النهاردة. هو ان احنا النهاردة بقى ايه، عملنا سمك بليمي من غير الفرن. مش هتفكري في الفرن تاني. إيه، لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني كده وتحطي لي لايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده، وقولي لي بتشاهديني من اي بلد. انا كنت في السوق بقى، عجبتني السمكة ديت قوي وجبتها. كانت ب35 جنيه، كانت صفرة كده وتقولي بلمية اصلي اصلي. بس بصراحة مطلعتش بلمية اصلي. هي حلوة وكل حاجة بس مش مبطرخة. مش زي السمكة البليمة اللي بتبقى مبطرخة الحلوة، اللي بتبقى تشويها تلاقيها نافشة كده وحلوة ومفشرة كده معاكي في الفرن. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس قضت يومها وكانت كويسة. كان عندنا بواقي اكل بقى وكده، وعملناها ايه تكملة جنب بواقي الاكل. بس كانت حلوة، بحب السمك جدا بالذات الصغير. جبنا بقى السمك البلمي ده زي ما قلت لكم، الكيلو ب35. وقلنا بقى يلا نشويه، لقيت الانبوبة خلصانة. طب اعمل ايه بقى يا جماعة؟ طبعا مفيش حاجة هتوقفنا بإذن الله. كل واحدة شاطرة ببيتها وعارفة بيتها ماشي ازاي. انا بقى عاملة الصينية ديت للطوارئ اللي زي دي. ما عنديش انبوبة والانبوبة مشطبة وحابة اشوي سمك. بعمل بقى في الصاجة ديت على البوتاجاز ولها غطا بغطيها بيها. وما شاء الله عليه بيطلع معايا زيه زي المشوي في الفرن. وبيعدي اليوم ومفيش حاجة بتوقفنا بإذن الله. مش بنقف علشان خاطر حاجة بس بسيطة كده اقول لا ده انا ما عنديش انبوبة ومش هعرف اكل سمك مشوي ومش هعرف اشوي. لا، اشوي على البوتاجاز وما تخافيش. لو عندك شفاط شغليه، المطبخ بتاعك فيه شباك كبير او باب افتحيه، هتلاقي الدخان بيطلع منه. وساعة ولا نص ساعة مش هتلاقي اي حاجة في الشقة. خدنا السمك بتاعنا بقى، غسلناه غسلة حلوة كده، وقعدنا بقى ايه في الردة كده نبدره واحدة بواحدة كده علشان نحطه في الصاجة بتاعتنا. كنت انا حاطة الصاجة على البوتاجاز تسخن جامد. طبعا لازم تسخنيها الاول 10 دقايق كده على البوتاجاز على نار عالية، علشان لما تيجي تحط السمك ما يلزقش منك. اي سمك هتشويه اهم حاجة تحطي الصاجة تسخن قبل ما تعملي السمك. 10 دقايق الصاجة تسخن معاكي، هتشوي البلمي ده وهو صغير اهوت وطالع معانا جميل. السمك الكبير نفس الحكاية. شبر بوري روسي، بس طبعا البوري والروسي تهدى عليه شوية بعد ما تحطيه، علشان بيبقى بينزل دهون كتير وما يشبطش منك في البوتاجاز. خلاص الصاجة بتاعتنا اهي سخنت. هاخد السمك بقى ارصه واحدة جنب واحدة كده بعد ما بدرناه بالرد. بشكر كل حبايبي اللي دخلوا لي في القناة جداد، وبشكر كل حبايبي اللي معايا في القناة. وربنا يا رب يوقف لكم ولاد الحلال كده ويصلح حالكم زي ما انتوا بتقفوا جنبي. ويا رب القناة تكبر بكم بإذن الله. ويا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم. وبشكر كل حبايبي اللي بيشاهدوني حتى لو ما بيكتبلوش كومنت ولا عارفه هم مين اللي دخلوا لي. انا بشكرهم جدا جدا وانهم بيشاهدوني. بس بالله عليكم عايزاكم تشاهدوا الفيديو شويه كده ان هو يطلع معايا. انا بجيب مده متوسط المشاهده بيطلع مفيش وقت خالص. انتوا سامعين الوقت بسيط خالص. اسمعوا لي دقيقتين ولا 3 دقايق يا حبايب قلبي واسمعوا لي الاعلانات. كده بقى ايه. كنت بقى ايه بقلب السمك اهوت. شوف السمك طلع معانا جميل ما شاء الله ومش لازق بالمعلقة كده بعد ما غطيت عليه طبعا. وسبته شوية 10 دقايق 7 دقايق كده على نار عالية. بالذات السمك البليم الصغير ده ما تعملهوش ما تهديش عليه النار عشان ما يلزقش منك. هو والشبار ما تهديش عليه النار. كنت عملت بقى ايه الشرشة بتاعتنا الجميلة اللي احنا متعودين عليها. جبت ليمونتين حلوين كده وقطعتهم، وقرن فلفل حامي وكمون و... وملح وشطة. ودقتهم كده في الهون دقة حلوة وتوم. وعملت الشرشة الجميلة ديت. وكده كنا بنطلع اول دور من السمك. كان فيهم بعد سمكة برضو ايه مش حلوة اتفجرت كده من بطنها. بس عدى اليوم وكان حلو. كان عندنا بواقي محشي من قبلها وايه، وفيه اللي كل كده وفيه اللي كل كده. انا بقى بحب السمك موت وباكل السمك، انا مغرمة سمك. اللي زي يكتب لي في الكومنتات. كده بقى ايه هنشرش السمك بتاعنا الحلو ده وناخده
نرصه كده في الصينية ونعمل بقية السمك. ده كان كيلو سمك يا حبايبي، بس ما شاء الله كان حلو يعني، مش وحش، كان جميل وكويس. يا رب الفيديو يعجبكم وجربيه، وبإذن الله مفيش حاجة هتوقفك. وزي ما قلت لكم مفيش حاجة هتوقفنا بإذن الله. اعملي عندك في بيتك، واحسن ما تنزلي تشوي عند اي حد بالفلوس. انت على البوتاجاز هتشويه في ثواني ومش هياخد منك وقت. يا رب الفيديو يعجبكم. وطبعا انا بعمل دور كمان اهو، دور تاني. هنشوي بقى بقية السمك كله، ويلا بينا نتغدى. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.